ومن ضمن احسن الكيكات اللي كنحماق عليهم هو هذا الكيك هذا. واكيد راك تحتفظي بالفيديو حيت غادي تبغيه نهار العيد اولا نهار الضياف اولا غير ليك ولوليداتك. عرفتو كيجي كيحمق معلك وديك السقوه من الكيك من الخليط ديال الكيك. ما تنساونيش من القلوب الزوينه ديالكم. يلا نشارك معكم مقادير وطريقه التحضير. كما كتشوفي معايا واحد الكاسرون، عندي واحد كاس ديال السكر سنيده قياس الكاس العنبه وكاس ديال الزيت، وعندي واحد الباكيه اولا هاد كما كتشوفي هكا في الفيديو ديال كاوبيل. حنا اختي فاش كنبغيو نشريوه تنقولوا كاوبيل. وعندي واحد 2 كيسان ديال الحليب من طبيعه الحال اللي كيكون بارد، وغنضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وواحد الساشيه ديال الكاكاو النوعيه اللي كتكون جيده ما يعادل معلقه كبيره. وغادي نخلط مزيان القهوه مع البارد، وغادي نضيفهم فوق النار حتى كتوصل لمرحله الغليان. وغادي نقص واحد الكاس من هذا الخليط وغادي نحطهم هكا على جنب ونخليهم يدفاو. وهنايا البنات غادي نخليهم يدفاو وغادي ندوزو نصايبوا البيض اللي غادي نقادو مع اللي غادي نكملوا به هذا الكيك هذا. انا في البول عندي 3 ديال البيضات، ما غنضيفو حتى شي اضافات اخرى، فقط غير البيض كنخدمو حتى كيضاعف الحجم ديالو. وهنا غادي نزيد عليه داك القوام بطبيعه الحال من بعد ما كيدفى اولا كيبرد. صافي هنا غادي نكمل في الخليط كما قلت لكم، ما تضيفوا حتى شي اضافات اخرى، صافي غير هكا البنات راه حيت ديجا دايرين الزيت دايرين سكر سنيده. صافي هنا غادي نزيد واحد جوج كيسان ديال الدقيق القياس ديال كاس العنبه ما يعادل 250 غرام. وهنايا في الاخير غادي نزيدو نعزو المذاق ديال الكاكاو، غادي نخليوها حتى الاخير ما يعادل معلقه كبيره ديال الكاكاو اولا ساشيه وحده ديال الكاكاو. وانا كذلك غنضيف واحد 2 ساشيه ديال خميره الحلويات، كل ساشيه كتوزن 8 غرام. وبالنسبه للبنات المول ديروا اي مول بغيتوه، انا استعملت المول العجيب، نتوما بغيتو ديروا داك المول العادي ديروه، المهم تزيين او المول كيبقى لكم اختياري. انا عطيتكم بارطاجيت معكم لا باز ديال الكيك كيفاش كنخدمها وصافي. وبالنسبه للفران العافيه ما هي الا كان فران ديال الغاز، وبالنسبه للفران ديال الضو 160 درجه حتى كطيب على خاطرها. هانتوما ما شاء الله شوفوا كيفاش كتجي كتحمق واخف من الريشه. وهذاك القوام اولا داك السقوه اللي نقصنا في الاول في داك الكاس ديال العنبه هو اللي غادي نسقي به الكيك. وغادي ندوز دابا نصايب معكم الكريمه. بالنسبه للكريمه درت فيها 2 كيسان ديال الحليب، ساشيه ديال الكاكاو مستحضر ديال الفلون بالنكهه ديال الشوكولات، ودرت معلقه كبيره عامره ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال النشا اولا ديال الدقيق. هنا من بعد ما عقد لي الخليط اولا القوام ديالي من بعد ما درته فوق النار، زدت عليه معلقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون حيوانيه يستحسن، وصافي. وغادي نصبو هكايا على داك الكيك وغادي نخليها حتى كتشد راسها مزيان مزيان. وبالنسبه للتزيين درت ليها هكا شوكولا غيش، وكذلك حمرت شويه ديال اللوز والفرامبواز باش كيعطينا ديك النظره شويه هكا مغايره على الكيك. كتجي رائعه البنات، تجربوها. وبحال دائما تشاركوني تطبيقاتكم، ودائما اختي انا نقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوا القوام ديال الكيك هكا كيفاش داير يعني من الداخل. انا اختي كنبغي نوريكم داكشي في الدليل. وهذا ما كان. شوفي ليا ما شاء الله اخف من الريشه، كيذوب ذوبان في الفم البنات، كيجي كيحمق. وجدي هكا العيد هكا يجاو عندك الضياف غير هكا انت وليداتك ما شاء الله كتجي مشربه بديك السقوه. ما تنساونيش من القلوب الزوينه ديالكم، وبسلام عليكم.